السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد وسلسلة جديدة من الفيديوهات، بس المرة دي معانا مشروبات جديدة. وبصراحة قررت اجيب نوع وابدأ بيه واجيب كل الأطعمة بتاعته، بس دول اللي انا لقيتهم في الماركت. يا ريت لو اوصل منزلة حاجة جديدة اكتبوا لنا في الكومنتات ايه هي. وبصراحة دول الثلاث حاجات اللي انا لقيتهم. يا ريت قبل ما نبتدوا تكتبوا لنا في الكومنتات اكتر طعم بتحبوه من هنا ايه. في بطيخ، وفي ليمون بالنعناع، وفي اناناس بالشعير، وفي برتقال، وفي عنب. يا ريت بقى تكتبوا لنا انهي طعم فيهم بتحبوه اكتر، ويلا بينا نشوف وندوق ونجرب ونشوف مين فيهم هيفوز معانا. قررت ابدا معاكم بالبلاستيك او اللي هو القابل لاعاده التدوير. وبصراحه انا بحب الازايز دي شويه، لان انت مثلا لو مثلا شربتيها وعوزتي مثلا تحطي مشروب او حاجه بمناسبه رمضان، تمر هندي، صوبيا، كلام من ده، تبداي تحطيها بقى في الازايز دي. فيلا بينا بقى نجرب. وهنبتدي اول حاجه بالبرتقال. طبعا استعنا من ماما حبيبتي بكوبايه النيش الجميله، وهنفتحوا المشروب بتاعنا. يا جماعه بصراحه ريحه البرتقال فيه جميله جدا وقويه. يلا بينا ندوق. بصراحة يا جماعة النكهة فيه جميلة، بس تحس ان هو نكهة برتقال صناعي، والريحة فيه جميلة، فبصراحة هديله تقييم 7/10. تاني نكهة وهي بنكهة العنب. يلا بينا نفتح. يلا بينا ندوق. بصراحة يا جماعة هي نكهة العنب هنا واضحة، بس تحس ان هي معاها شعير، فبصراحة هديلها تقييم 9/10. النكهة معانا وهي الأناناس بالشعير. بصراحة يا جماعة ريحة الشعير فيه واضحة. بصراحة طعم الأناناس هنا واضح، بس مش حاسة إن فيه طعم شعير، فبصراحة هديله تقييم 7/10. في منتج معانا وهو المنتج اللي بيبقى في ازاز كده. وبصراحة أنا متحمسة أكتر للبطيخ، لأن أول مرة أشوف مشروب غازي بطعم البطيخ، فبصراحة هبتدي بالبطيخ. استمر معانا كوباية النيش الجميلة، وتسلميلي يا أحلى أم على الهدية بتاعت الكوبايات دي. ويلا بينا. واو بجد لونها بينك ولونها خطير جدا. يلا بينا ندوق الطعم. كمان بصراحة طعم البطيخ فيها مش حلو، وكمان الصودا مع طعم البطيخ الصناعي مش حلو، فبصراحة اديها تقييم 5/10. في نكهة معانا من الإزاز وهي ليمون بالنعناع. ويلا بينا نفتح. هنحطها في الكوباية بتاعتنا. بصراحة يا جماعة هي لونها حلو بس مش زي التانية، فيلا بينا ندوق. صراحة يا جماعة طعمها حلو جدا، بيفكرني بطعم الليمون اللي بيبقى فريش كده ومحطوط في الخلاط، بيبقى عليه النعناع، فطعمه بصراحة فريش وجميل، فبصراحة هديله 9/10. بصراحة يا جماعة أكتر النكهات حبيتها في الحلقة كانت الليمون بالنعناع، وبعدها كانت الأناناس بالشعير، وبعدها كانت البرتقال. بصراحة دول ما كانوش ذوقي، وبصراحة اللي بيحب النكهات دي فهيروح يشتريهم. وبصراحة دول اللي دخلوا دماغي في الحلقة. وبكده تكون خلصت حلقتنا ومنتجاتنا الجديدة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اخلص، فين المتابع الحلو الجميل الناس اللي اشترك في القناة؟ على فكرة انا شايفاك، بس يا ريت تشتركوا في القناة. وقبل ما نخلص حلقتنا نسينا نقول له حاجة: اي حد عايز يجرب اي منتجات اكتبوا لنا في الكومنتات عشان اتخيلوا عليكم بأي حاجة. باي باي.